السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد وحلقه جديده، وهاد الحلقه غادي تكون الحلقه الثالثه من نسل الشيطان شرخبيل. الا كنتي باقي ما تفرجتيش في الحلقات اللي قبل، كنتمنى انك تدخل القناه تفرج في الحلقات اللي قبل، ويلا نبداو. كاع خوتي كيغوتوا بجد وكيقولوا نفس الجمله، راه كيخلاه وما مقبولش، وراه سميناه شرخبيل بالنسبه لشرشبيل، حيت شرشبيل قتل السنافر وكلاهم، حيت فيه الشر. وما نقولش لكم الضحكه اللي كانت شدتني في ديك اللحظه، وانا كنقول لهم لا ما تخافوش، راه هو غير حولي عادي وما غيدير لكم حتى حاجه، غير توقفوا فيا. نقدر اختي صغيره تقول لي حيد هاد الحولي راه خايب وخايب بزاف، وهنا بداو عاوتاني كيغوتوا من جديد تفرعوا لي راسي، حيدي الحولي حيدي، وكيغوتوا هستيريا. واحد اللحظه ولات لحظه صمت متفاجئه، هما يقولوا دقه وحده راه وراك. درت ورايا بالزربه، وكان ورايا وعيني حمرين، ما نكذبش عليكم خلاني، ولكن ما بغيتش نبين قدامهم باش ما نزيدش نكمل على هذاك الشيء اللي بدا. وانا اصلا تفكرت بانني راني سديت الباب ديال البالكون، كيفاش حلو شكون حلو عليه، قلت له باقي كل خويا اللي حلو عليه. قبيله حل الباب ودخل البيت، وما عرفش انا اصلا كيفاش دخل البيت. شديته من القنبه ديالو ورجعته للبالكون وسديت الباب مزيان، وباش نتاكد درت الكرسي اللي وراه، الكرسي ثقيل باش يولي حابسو، وحيت كنت مخلوعه دخلت نبدل ندوج دغيا ونخرج باش نوجد الغدا. وجدت الغدا وجلسنا مجموعين وكلينا. واحد اللحظه بدا التليفون ديال خويا كيصوني، وكانت مكالمه خايبه وخايبه بزاف، حيت قالوا ليه راه ولد عمو مريض بزاف وكيحتضر وبغى يشوفو قبل ما يموت. قال لي بعد المكالمه فسالات غيسافر باش يمشي عنده وغيرجع بعد يومين ما غيتعطلش. وانا نقول ليه راه خوتي الصغار خايفين بزاف من هاد الحولي، وبهستيريا غوت عليهم بواحد الطريقه اللي ما نكمش، وقال لهم راه الحولي عادي ما عندكمش مناش تخافوا. وقال لي السبب ديال هادشي هو القصص ديال الرعب التافهه اللي كتعاوديها واللي كتسمعي ليها. مشاو الغرفه ديالهم وهما كيبكيو، وخويا خرج متجه للمدينه، مدينه اسيوط او الملقبه باسيوط. وعاد تفكرت بلي ما شريتش الماكله ديال الحولي، او الا هادشي لبست حوايجي دغيا وقلت لخوتي غنمشي دغيا وغنجي، وبداو كيغوتوا. قال لي لا ما يمكنش تخلينا مع هاد الحولي بوحدنا. قلت لهم ما ديما ندير لكم ما يمكنش نديكم، ما قواو عليا بزاف الهضره واضطريت باش انني نديهم معايا. مشينا شرينا العلف وتعطلنا شويه، نقدر نقول لكم تدازت واحد ساعتين عاد رجعنا. ولكن حنا راجعين في الطريق ما بغاوش، قالوا لي انا ما بغيناش نباتوا مع هاد الحولي مره اخرى. فانا قلت لهم واخا هزيتهم ديتهم عند جداتهم باش يباتوا مع هاد الليله، ولكن بحكم ان الحولي خاصو الماكله وهو ما عندوش، خاصني نرجع للدار باش نعطيه الماكله. خليتهم مع جداتهم بعد ما جلست معهم شويه وحاولت انني نقنعها باش انها تقنعهم بان الحولي ما غيدير لهم والو. فخليتهم مع جداتهم، سديت الباب وانا راجعه. لقيت الباب ديال الدار محلول، وواحد الراجل طايح حدا الباب ديالي، وبديت كنغوت تخرجوا الجيران اللي حدايا، ولقينا بلي هذا راه شفار وبغى يشفر الدار، فتح الباب وطاح. هادشي اللي بان لينا في الكاميرا. بديت كنغوت تخرج الدكتور محسن الشرقاوي، هو دكتور معروف في الحي ديالنا وجار نقدر نقول لكم بانه صالح. خرج بدا كيقلب فيه، قال لنا راه مات بسكته قلبيه، وكيبان راه شاف شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن كيبان لي راه هاد الشفر راه منحوس وما سرق لك والو. ابتسمت، ولكن السؤال اللي طاح لي في راسي هو انه شنو اللي خلاه يطيح، وشنو اللي خلاه اصلا تجي سكته قلبيه، شنو شاف، اشنو راه ما عرفتش. عيطنا على الاسعاف والبوليس باش ما تسماش هذه راه جريمه قتل، باش يعرفوا كل شيء. مصدومه وانا كنشوف في وجه ديال الناس فيهم الخلعه، حيت ما عرفوش هم السبب، ولكن الوجه ديال الشفار كتبان عليه الخلعه والرعب على وجهه وميت. ولكن كنحس به الموت باش مات مخلوع. وطرحت هذا السؤال وكنطرح فيه كل مره، علاش مات وعلاش مات.
تفكرت بان الحولي راه باقي ماكلاش، قلت خاصني ندخل دغيا نعطيه ياكل. صراحه واخا هكذا كنت مخلوعه منه، وكنت شاكه بانه يكون هو اللي دار هادشي. المهم حطيت ليه الماء والعلف وسديت الباب ديال البالكون دغيا، وقلت راه الحولي فيه شي حاجه غريبه، وانا خاصني نتصرف باي طريقه. ما عرفت باش غنتصرف. واحد اللحظه بان ليا طليت من الجاج ديال البالكون انه واقف على رجليه، وما نقولش لكم انا بعدا كيخلعني، حيت ديك الوقفه اللي كيوقف بحال بنادم. قلت راه واقيلا غير انا اللي كتحب ليا، راه شي حاجه غريبه. صح هي راه والو، هو انا كندير في بالي اكثر من القياس. قلت خاصني نتصرف وباي طريقه. دخلت البيت ديالي وكنفكر في الحل، وفي لحظه سمعت الدقان ديال الباب ديال البيت. ولكن قبل ما نسمع الدقان دخلت لواحد الجروب، بغيت نعاود لهم الحاجه اللي طرات ليا كيفاش، وشنو الحل اللي نقدر ندير، ولا شنو الحاجه اللي نعرف نديرها. وبحكم انني طبيبه بيطريه يمكن لي انني ندوي مع الناس او نتحدث مع الناس اللي يقدروا يعاونوني. ولكن داك الدقان ديال الباب رعبني بزاف. ما كاين حتى شي واحد في الدار. شكون هذا اللي يمكن ندق؟ الحولي مثلا؟ انا عارفاكم غتسكم الضحكه، ولكن الصدمه هو انني باش غنحل الباب غادي نلقى الحولي قدامي. غنخلي لكم تعرفوا الرده ديال الفعل ديالي اشنو طرا من بعد في التخيلات ديالكم، حيت الحلقه هنايا غتكون سالات. ولكن غدا غادي تكون حلقه اخرى، ومن بعد غادي تكون حلقه اخرى. يعني هاد السيمانه كل نهار غادي يكون عندنا فيديو. يعني غنحاول انني نكمل لكم الحلقات في هاد السيمانه. انا كنحاول ندير حلقه قصيره حيت كيخاصها مونتاج وبزاف ديال الحوايج. المهم كنتمنى انكم تكونوا تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر. خليو معاكم ديك اللايك ولا الاشتراك وتهلاو.